السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المشاهدين الأعزاء، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه لاباس. نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير والف خير ان شاء الله. نقدم معاكم حلوه ديال البهله. عندي ربعه ديال الزبده ريطه المكارين عاديه، عندي معلقه ديال القرفه، قبيصه ديال الملحه، معلقه ديال حبه حلاوه، جوج فصيات ديال الخميره، فاني، كاس ديال الزيت، كاس ديال اللوز مهرمشاه، كاس ديال الزنجلان، جوج كيسان ديال سنيده. بسم الله على بركه الله. عندي هاد اللوز، جوج كيسان ديال سنيده هما اللي غيخدموا لي الزبده باش يردوها ملينه في يديا. عندي كاس ديال الزنجلان، عندي قبيصه ديال الملحه، كتجي زوينه بقبيصه ديال الملحه وزين كثروا فيها شي شويه كتجيبي الحلاوه والملوحيه زوينه. عندي معلقه ديال القرفه، عندي معلقه ديال حبه حلاوه رقيقه، وكاس ديال الزيت. صافي دابا غنخدم كلشي باش تساعدني نذوب هاد الزبده. الزنجلان واللوز هما اللي غيساعدوني باش والزبده من الاحسن تكون واخده حراره المطبخ، خدوها من الثلاجه من قبل. صافي دابا غنبدا نخلطها هكا حتى نردها على شكل كريمه. هانتوما كيرجع دغيا تخدمات، ما كتشدش الوقت. نديرو هاد جوج فصيات ديال الخميره ديال الحلوه، فصيه ديال الباني، وكيلو ديال الدقيق. ديما الدقيق كيبقى على حسب الخليط. بسم الله. كاين الدقيق اللي كيشرب كما قلت لكم، كاين اللي ما كيشربش. هكا معكم بحال هذا الشكل هذا. كتحتاج لا دليك لا بياتا لا حتى شي حاجه. كنخليها ترتاح ربع ساعه. صافي دابا نتوما كتشوفوا العجينه كخفيفه، كنبقى ندير لها بحال الشكل هذا. صافي العجينه راني جمعتها كما كتشوفوا، ما شادش راسها وما خفيفاش بزاف باش ما تجيش مدقصه. فاش كنديروا لها بحال هذا الشكل هذا كتكورنا في يدينا. صافي ها هي هذيك. صافي جبت الطبسيل ديال الفران، غندير فيه هاد الورق ديال الزبده. صافي دابا درتها في هاد البلاستيكه باش ما تنشف. بسم الله. انا غنديرها غير صغيره حيت غير للدار. ريحه القرفه طالعه منها زوينه وريحه الباني.
ندير 4 في السطر على حساب لاطا ديال الفران ولا الطبسيل. صافي دابا فاش حربلتها نخلي الفران حتى يسخن وغنديرها لتحت وعاد غنردها الفوق، ما غنديرهاش الفوق مباشره باش تفكع شويه وعاد غنردها الفوق. الحلوه دابا لتحت كما كتشوفوا نتوما هي تفكعات، دابا غنردها الفوق. هي غريبه فاش جبتها من الفران درت لها غير هذا اللون هذا، ما بغيتش نحمرها اكثر. وكل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كيبغي يخليها بيضاء يحمرها اكثر من هكا، اذواق متخلفه. هو الشكل النهائي ديال الحلوه البهله ديالنا، جات هشيشه، جات المذاق يا سلام، ما نقولكمش عليه. نتمنى تجربوه ان شاء الله. وما تنسونيش اخوتي من داك لي زابوني وجيم، بارطاجوا مع احبابكم الاصدقاء ديالكم. كيبقى عليكم فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.